حاجه في حياتنا بنرميها نقدر نعمل لها ريسايكلينج واعاده استخدام. لتر واحد من الزيت المستعمل يقدر يلوث مليون لتر من الميه النظيفه، والدوله على فكره بتوفر سبل كتير للتخلص الامن من الزيوت المستعمله. تقدر ترجع من كل لتر زيت مستعمل 70% زيت نظيف. في بعض من الناس شايفه ان الزيت المستعمل ده بيتعاملوا معامله الزباله، حاجه ويست. ازاي التكنولوجيا بتحول الزيت ده من زيت مستعمل لمنتج جديد يجيب فلوس؟ طب باشمهندس، خلينا نتكلم عن الفوائد ونبدأ بالبيئة. مم. ايه اللي حضرتك شايفه بيعود على البيئة من فوائد بالنسبة لإعادة تدوير الزيوت المستعملة؟ بص يا محمود، الفوائد البيئيه لإعادة التدوير كتيره جدا. طبعا احنا اتكلمنا على ان الفوائد البيئيه من ناحيه الميه والتربه، ان احنا نحافظ على الميه مصادر الشرب والزراعات بتاعتنا. بس في اوجه تانية للفايده اللي بتعود علينا بيئيا من اعاده التدوير. اول حاجه ان احنا بنمنع حرق الزيت المستعمل كوقود صناعي، اللي هو حرق. خلي بالك، حرق الزيت المستعمل كوقود صناعي بينتج عنه 22 ألف مللي جرام من المواد المسممة المختلفة. وده طبعا احنا بنتنفسه، وده ليها أضرار صحية على الجهاز العصبي والتنفس، ده يعني ويؤدي إلى داخل في المناخ سرطانات. والاحتباس الحراري. بالظبط. فاحنا عايزين نمنع حته استخدام الزيت المستعمل في الحريق. فإعادة التدوير هو الحل الامثل. تاني حاجه، الانبعاثات الكربونيه من تكرير البترول نفسه لانتاج زيت معدني نقي، ده ليها بصمه كربونيه عاليه. فان احنا نعمل اعاده تدوير ده بيقلل البصمه الكربونيه للصناعه دي. يعني بنوفر كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون اللي بينتج من تكرير البترول لانتاج الزيوت النقيه عن طريق اعاده التدوير. تالت حاجه برضو مهمه جدا، ان اصلا ندره البترول نفسه، انت اديك شايف الاوضاع والبترول، والأسعار وكل. الاسعار وده بسبب ان هي كماده خام هي ماده نادره يعني. ف طب ما هو ليه نبقى دايما محطوطين في حتة الندرة دي، طول ما في مادة تانية بديلة نقدر نستخدمها وهي متوفرة وبنرميها؟ لا، نعمل إعادة تدوير ونرجع منها زيوت تاني ووقود تاني نقدر نستخدمه بدل ما نطلعه من البترول. يعني لك أن تتخيل إن لتر الزيت الواحد عشان نطلعه بنحتاج 42 لتر بترول خام. لكن في إعادة تدوير انت بتحتاج لتر ونص زيت مستعمل عشان تطلع لتر زيت نقي. الزيت نقي. شايف الفرق قد ايه؟ فرق كبير في التكلفة، فرق كبير في التشغيل وصناعة وانبعاثات كربونية. لا يعني فعلا الفوائد البيئية من إعادة تدوير هي لا حصر لها. يعني خلينا نتكلم بصورة أوضح شوية. هل الفوائد البيئية هي سلسلة كاملة بمعنى كلام حضرتك؟ هي الفوائد البيئيه زي ما بقول لك، هي المفروض احنا لما نبص على الفوائد البيئيه دي، لا احنا نعمل استراتيجي وكامله ان احنا ازاي نستغل كل الموارد اللي عندنا نقدر نعملها اعاده تدوير. غير بس الزيوت المستعمله، البلاستيك، الحديد، اي غرده، اي حاجه، الحاجات دي كلها لما نعملها اعاده تدوير صح، ده في اي صناعه مش بس الزيوت ليها فوائد بيئيه ضخمه يعني. طب باشمهندس، وعلى المستوى الاقتصادي ايه مم. الفايدة اللي بتعود على البلد من إعادة التدوير؟ الفوائد الاقتصادية من إعادة تدوير كبيرة جدا ومتعددة، وليها أشكال مختلفة، وخلينا نختصرها في كذا نقطة. أول نقطة طبعا وأهمهم يعني هو توفير العملة الصعبة على البلد. أنت عندك زي ما قلنا إن كل لتر ونص زيت مستعمل نقدر نطلع منه لتر زيت نضيف. ف... فده معناه إن كل طن ونص زيت مستعمل يقدر يطلع طن زيت نضيف. زيت نضيف. وده طن احنا وفرناه على الدولة من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة. فدي اول فايده وانا بشوفها ان هي اهمهم يعني. لا بنقلل العبء الدولاري على الدوله من ناحيه الاستيراد في الصناعه دي. تاني واحده، تاني ميزه وانا شايفها مهمه، ان انت بتخلق صناعه، بتخلق فرص عمل في حاجات جديده. يعني دلوقتي صاحب الورشه او الميكانيكي او الصنايعي اللي عنده زيت مستعمل في الورشه بتاعته ما بقاش دلوقتي مضطر انه يدفع فلوس عشان تخلص امن من الزيوت المستعمله. لا، ده بقى بيدفع له فلوس علشان يعني أصبح بيستفيد منه. بالظبط بقى بيستفيد منه، بيبقى مصدر دخل ليه. تاني حاجة برضو ميزة من مميزات إعادة التدوير، إن أنت في منتجات بديلة بتطلع إلى جانب الزيوت النقية. يعني أنت
بتعمل إعادة تدوير للزيت المستعمل، تطلّع زيت نقي مُعاد تدويره، بتطلّع كمان بدايل للمازوت وبدايل للسولار بيخشوا كوقود صناعي في مصانع وفي كذا صناعة مختلفة. في حاجة وبرضه مهمة جدًا، أنت بتتفادى الغرامات، يعني أنت دلوقتي لو تخلّصت من الزيت المستعمل بشكل غير قانوني، أنت بيبقى ينزل عليك غرامات كبيرة جدًا، إمم. وكمان العبء المادي اللي الدولة بيس ب ب يعني بيتفادى المساءلة القانونية والغرامات بالضبط، وكمان العبء المادي اللي الدولة بتتحمّله علشان تصلّح أضرار من اللي هو تلوث عمله اللي هو من عمله ده تلوث كبيرة جدًا، فإحنا بنوفّر ده جزء الغرامات وجزء إعادة حل المشكلة ده بنعيد توفيره، والأخير بقى والأهم أنت بتعمل صناعة مستدامة، يعني أنت عندك إعادة تدوير دي عملت صناعة كاملة مش محتاج بترول، مش محتاج عشان تطلّع زيت، لأ أنت بتطلّعه من المواد اللي موجودة already موجودة عندك. موجودة في السوق، يعني هي إمم. موجودة في كل ورشة، في كل مكان المادة دي نقدر نستخدمها تاني في نرجّع تاني زيوت نقية، فدي صناعة مستدامة. طب باشمهندس بالنسبة للدول التانية، فين إمم. من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ بُص إعادة تدوير هي في الدولة التانية هي استراتيجي بالنسبة لهم، إعادة تدوير في الزيوت أو في أي صناعة تانية دي استراتيجية هم يعني خلاص هم متبنيينها في كل الصناعات، عندك إنجلترا دلوقتي وصلت ل80% من الزيوت المستعملة بيُعاد تدويرها، في أوروبا عمومًا وصلوا من 30 ل38% من الزيوت المستعملة بيُعاد تدويرها، وفي أمريكا وصلت ل70% من الزيوت بيُعاد تدويرها، بيطلّعوا تقريبًا حوالي 55% منه كوقود صناعي والباقي للزيوت المعدنية ال 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 المُعاد تدويرها يُعاد استخدامها تاني. طب يا باشمهندس محمد عايزين برضه تقول لنا مصر فين من الكلام ده بالنسبة للدول ديّة؟ بُص، هي مصر فيها مصانع بقى لها فترة فتحت في مصر، ومصانع بتفتح في موضوع إعادة التدوير، بس للأسف إحنا للثقافة بنواجه فيها مشكلة كبيرة. أنت عندك المستهلك المصري ما بيحبش المنتج المُعاد تدويره، بيفتكر إن هو منتج رديء أو درجة تانية أو غير صالح للاستخدام، مشكلة عندنا مع يعني. إن مع إن إحنا زي ما إحنا اتكلمنا إن في technologies موجودة في إعادة تدوير بتطلّع زيت أحسن من الزيت اللي طالع من البترول نفسه يعني. ف ف لكن لو المستهلك بَص على الفوايد البيئية اللي بتعود عليه، على أكله وعلى شربه وعلى جيبه وعلى الدولة وعلى وكل الجوانب الاقتصادية والبيئية اللي هو هيكسبها من إن هو يpromote أو يشجّع الصناعة دي إنها تقوم أو إن يكون قدّامه منتج مُعاد تدويره طبعًا ذو جودة يستخدمه ويشجّعه وما يهاجموش، ده طبعًا هيساعد الصناعة دي إنها تكبر وتزدهر ومصانع كتير تفتح، ده هيفرق معانا جدًا في الصناعة دي. باتفق مع حضرتك جدًا يا باشمهندس، بس عايزك توضح لي أكتر، إيه رسالتك من الحلقة دي؟ رسالتي هي رسالة واحدة بس، إن إعادة تدوير سواء في صناعتنا صناعة الزيوت أو في أي صناعة تانية، هي ما بقتش رفاهية، هي بقت حاجة إلزامية ووجوبية علينا كلنا إن إحنا نشجعها، من أول المستهلك لحد المصانع والمستثمرين، وبرضه الدولة بدأت تشجع الصناعات إعادة التدوير، وشايف إن إحنا كلنا لازم نبقى بندعم إعادة التدوير في كل المجالات. شكرًا لحضرتك جدًا يا باشمهندس، حلقة مهمة شكرًا وبنشكر ليك يا حضرتك. محمود. النهارده بقى وصلنا لنهاية حلقتنا، لو أنت ميكانيكي أو صاحب ورشة عايزينك تقول لنا في الكومنتات الزيت المستعمل ده بيروح فين، ولو مهتم أكتر تعرف عن إعادة التدوير عايزينك تتابع الحلقات اللي جاية، وتتابعنا على الفيسبوك واليوتيوب، أشوفكم على خير، مع السلامة.